السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو النهاردة هتعرفوا زي ما هقول لكم الطريقة الصحيحة عشان تذاكروا الدروس المتراكمة بسهولة وبدون تشتت. استمروا معايا للآخر عشان كل خطوة مهمة وهتغير طريقة مذاكرتك تماما. كلنا بنمر بمرحلة تراكم الدروس، وده بيعمل توتر وقلق وبيخليك تحس إنك تايه ومش عارف تبدأ منين. لكن الحل مش في الجلوس لساعات طويلة، الحل في التخطيط الذكي. أول خطوة لازم تعملها جدول دراسي واضح. اكتب المواد اللي لازم تذاكرها، الوقت اللي عندك، ووزعها على الأيام. مثلا 45 دقيقة مادة، 10 دقائق بريك، وابدأ دايما بالأصعب. اختار مكان هادي بعيد عن التلفزيون والموبايل، وافصل أي مشتتات. الدماغ بيشتغل أفضل في مكان منظم ومرتب. ابدأ بقلب قوي ونية صادقة. المذاكرة مش مجرد قراءة، بل فهم ولا مراجعة ولا راحة. خليك ملتزم، وكل ما تخلص جزء من الجدول اكتبها وعليها علامة صح. ده بيدي إحساس إنجاز. لو الفيديو عجبك وفعلا هيساعدك تنظم مذاكرتك، دوس لايك وشارك الفيديو مع حد محتاجه. وعلى فكرة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل طرق المذاكرة الفعالة.